المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. افتتاح مهرجان إريتريا بالرياض وضواحيها بروح وطنية عالية. سيمينار حول السلامة المرورية في الإقليم الأوسط. جلسة مباحثات لتعزيز إسهامات الطلاب في مديرية الشعب. إسرائيل تنفي إسقاط دمشق طائرة حربية إسرائيلية في سوريا. قادة مجموعة العشرين يجتمعون في الأرجنتين. وروسيا تنشر أنظمة صواريخ جديدة في القرم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. افتتح معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 28 من نوفمبر الجاري مهرجان الإريتريين في عاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض وضواحيها السنوي الجاري تحت شعار فشل الحظر غير القانوني بالتصدي والصمود. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. أوضحت المعلومات التي أفاد بها مراسلي وزارة الإعلام بأن معالي الوزير عثمان صالح تفقد برفقة القائمة بأعمال السفارة الإريترية بالرياض السيدة وين جرزجهر وقائد هيئة القوات البحرية الإريترية العقيد ملأكي تخلماريام وغيرهم من المسؤولين المعارضة الفوتوغرافية والابتكار والصناعة والأعمال اليدوية المعدة من قبل طلاب المدرسة الإريترية العالمية بالرياض وشباب الجبهة، إضافة إلى أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة بالرياض. وألقت القائمة بأعمال السفارة الإريترية بالرياض السيدة وين جرزجهر كلمة أوضحت فيها بأن الشعب الإريتري خاض نضالا مريرا بعد نيل استقلاله لحماية السيادة الوطنية ودفع الثمن الغالي والباهظ، مشيرة إلى أن الشعب الذي تجاوز هذه التحديات بانتصار باهر لن تعيقه العوائق لتأكيد اقتصاد قوي ومزدهر. وأشارت السيدة ويني إلى أن المهرجان هو مناسبة وطنية كبيرة لتوريث وبناء هوية وطنية والحفاظ على القيم الوطنية السمحة، مشيدة بالجهات التي ساهمت بفعالية في هذا الجانب. من جهته قال مسؤول الجالية السيد عبد الرحمن إمام بما أن فعاليات مهرجان هذا العام تجري في مشارف عهد السلام ورفع الحظر غير القانوني تضفي عليه معنى استثنائية ومتميزة. وأكد المشاركون بدورهم القيام بعمل مضاعف لإنجاح تصدي التنمية بتقوية وحدتهم وترابطهم. وقدمت في المناسبة برامج فنية وثقافية وبرامج ترفيهية ومنافسات مختلفة، كما وزعت الجوائز على المتفوقين في المدرسة الإريترية العالمية بالرياض، إضافة إلى الفائزين في مختلف المنافسات المنتظمة. هذا وسوف تستمر فعاليات مهرجان هذا العام حتى 30 من نوفمبر الجاري. يذكر بأن مهرجان الجالية الإريترية في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية انتظم في الفترة من 21 وحتى 26 من نوفمبر الجاري تحت شعار الرؤى بالعمل. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط سيمينارا لحوالي 400 من دارسي القيادة للمستوى الثاني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا وفرع المواصلات البرية في الإقليم، تركزت حول السلامة المرورية. وفي السيمينار الذي نظم في 28 من نوفمبر الجاري، أوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادسي برهاني أهمية تعزيز دور الشباب وخاصة قادة المركبات للحد من حوادث المرور السائدة في بلادنا ومنطقتنا. وأشار المقدم تادسي في حديثه إلى أهم العوامل المؤدية للحوادث في بلادنا، من ضمنها عدم إعطاء الأولوية وتناول الكحول أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة دون امتلاك رخصة القيادة، واستخدام الجوال أثناء القيادة بالإضافة إلى السرعة الفائقة. وذكر بأن مراقبة حوادث المرور أمر لا يترك لشرطة المرور فقط، بل يجب على كافة أفراد المجتمع وخاصة قادة المركبات النشاط في هذا الجانب متحملين المسؤولية، مناشدا مدارس القيادة للعمل بالتركيز على ترسيخ الوعي وأخلاقيات الدارسين في هذا الشأن. من جهته أشار مسؤول فرع هيئة المواصلات البرية في الإقليم الأوسط السيد بينة تسفاماريام إلى أن السيمينار له أهمية كبيرة في تعزيز معرفة الدارسين، موضحا عن وضع برنامج لتقديم مثل هذا السيمينار لقيادي المركبات الحاملين كافة مستويات الرخص القيادية. توضح تقارير شرطة المرور في الإقليم الأوسط بأن الإقليم شهد في الفترة من العام 2007 وحتى 2017 حوالي 30,000 حادث مروري
سوري راح ضحيته حوالي 500 شخص، وتسببت في دمار ممتلكات تقدر بأكثر من 300 مليون نقفة. عقدت في مديرية الشعب جلسة مباحثات لتعزيز مساهمة الطلاب وخاصة الطالبات، شارك فيها الآباء والمعلمين والطلاب وغيرهم من الجهات المعنية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ موسى آدم بأن حملات التوعية المنتظمة عبر مراحل ظلت تحقق نتائج مرضية، مشيرا إلى أنه يتطلب بذل مساع حسيسة وعدم التباهي بالنتائج المحققة. من جهته قال مدير مدرسة وقرتيتا الأستاذ محمود حامد إن مدرستهم التي استهلت مشوارها الدراسي في العام الدراسي 2014 و2015 بعدد قليل من الطلاب، بلغ عدد الطلاب في الوقت الحالي حوالي 400 طالب، وارتفعت مشاركة الطالبات بأكثر من 31%. وذكر الأستاذ محمود بأن برنامج تعليم الكبار أيضا ظل يحقق نتائج مرضية ومشجعة، منوها بأنه يتطلب عمل دؤوب لتشجيع مشاركة الرجال، باعتبار أن 95% حتى الآن تنحصر على النساء. بدورهم أكد المشاركون جاهزيتهم للقيام بما يطلب منهم لتعزيز كفاءة أبنائهم وعدم الاكتفاء في المشاركة فقط. وذكر مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم تعزيز دور الآباء للارتقاء بمشاركة الإناث في مائدة التعليم، مؤكدا دعم إدارته لإنجاح البرنامج. مدرسة وقرتيت الابتدائية هي إحدى المدارس المنتشرة في إقليم شمال البحر الأحمر، وتدرس من شهر مايو وحتى شهر ديسمبر بما يتماشى مع الحياة المعيشية والطقس في تلك المناطق. هذا وتوجد في مديرية الشعب 13 مدرسة ابتدائية من رياض الأطفال أو بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظمت انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى في الفترة من 6 إلى 22 من نوفمبر الجاري في 11 ضاحية بمديرية قلعلو. وذكر مدير الضاحية السيد محمود إبراهيم بأن الانتخابات المنتظمة كانت جيدة وفعالة، منوها بأن على المنتخبين الجدد خدمة منتخبيهم بتفان وإخلاص، متحملين المسؤولية الواقعة على عاتقهم. هذا ويقطن مديرية قلعلو أكثر من 8000 نسمة. تخرج 216 شابا في 24 من نوفمبر الجاري بمدينة كرن، تلقوا دورات مهنية مختلفة لفترة 6 أشهر نظمتها وزارة التعليم وشركائها في العمل. وذكر في مراسم التخرج مسؤول الإدارة والمالية للمركز التدريبي المهني بمدينة كرن السيد تسفى برهان مهانشو بأن الدورات المهنية التي تلقاها الشباب تشتمل على الكهرباء والنسيج وأعمال الفخار وتصفيف الشعر وغيرها من المهن، وأن الهدف الرئيسي من الدورات هو مساعدة الشباب المحتاجين الذين قاطعوا مائدة التعليم لتحسين حياتهم بإكساب المعرفة المهنية الكفؤة. وذكر بأن الدارسين كانوا يتلقون 600 نقفة خلال فترة دراستهم، وقد استطاعوا تأكيد مصادر دخلهم الاقتصادي بفضل المهن المكتسبة. من جانبه ذكر ممثل فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله الدارسين الذين أكملوا دراستهم المهنية متحدين التحديات اليومية التي تواجههم. ذكرهم أن الدورات المهنية تحملهم مسؤوليات مضاعفة، معبرا عن أمنيته الكبيرة لتحسين حياتهم المعيشية. وأوصى المدير العام لقسم التعليم للكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرزقي دمام الدارسين لبذل جهود حسيسة لجعل المعرفة المكتسبة نقطة تحول في حياتهم. وقال الدارسون إن الفرصة المتاحة لهم تحدث تحولا نوعيا في حياتهم، مؤكدين تطويرها عبر العمل. هذا وقد خرج فرع التعليم في عنسبة بالتنسيق مع الشركاء أكثر من 400 شاب بمختلف المهن في 4 جولات، وقد يجري باستعدادات جيدة للقيام بمثل هذه الدورات المهنية الهامة في المستقبل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. في وقت قال فيه مصدر أمني سوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية و4 صواريخ أثناء ضربات ضد أهداف سوريا مساء الخميس، نفى الجيش الإسرائيلي ذلك وقال إن التقرير زائف.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وتصدت لصواريخ إسرائيلية قبل وصولها لأهدافها في مدينة الكسوة جنوب دمشق ليل الخميس. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بإطلاق صواريخ أرض جو سوريا: رصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية مقذوفا واحدا أطلق صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجولان. وبعد الهجوم الإسرائيلي أكد مصدران كبيران في المخابرات بالمنطقة أن المكان الذي استهدف يضم مركزا للاتصالات والدعم اللوجستي لجنوب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل يتبع ميليشيا حزب الله اللبنانية. وكانت إسرائيل نفذت من قبل عشرات الضربات على مواقع إيرانية ومواقع لجماعات مدعومة من إيران في سوريا على مدى الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 سنوات بسبب تنامي قلقها من الوجود الإيراني المتزايد في سوريا الذي تراه تهديدا لأمنها. يلتقي قادة العالم اليوم الجمعة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة ال20. وفرضت السلطات الأرجنتينية إجراءات أمنية مشددة استعدادا لعقد القمة، وهذه أول قمة لمجموعة ال20 تستضيفها أمريكا الجنوبية. وتعاني الأرجنتين التي تستضيف القمة من أزمة اقتصادية، ويتوقع تنظيم تظاهرات واسعة خلال القمة. وسيناقش القادة على مدى يومي الجمعة والسبت قضايا منها التجارة والتغيير المناخي، وسيستمر إغلاق أجزاء من المدينة حتى يوم الأحد. وطرحت مجموعة ال20 3 أولويات على جدول أعمالها: مستقبل العمل، البنية التحتية للتنمية، ثم المستقبل الغذائي المستدام. فيما أكد عدد من الدول المشاركة تركيزه على تنظيم العملات المشفرة في هذا الاجتماع. وتواجه قمة مجموعة ال20 تحذيرات من جهات عدة، من بينها صندوق النقد الدولي من خطر تضرر الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية، وتهديداته المعلنة باتخاذ مزيد من الخطوات ضد واردات بلاده من السيارات الأوروبية واليابانية. نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله إن روسيا نشرت أنظمة صواريخ سطح الجو من طراز S-400 المتطورة في شبه جزيرة القرم في رابع كتيبة من نوعها في المنطقة. وأضاف المتحدث أن الكتيبة الجديدة نشرت في جانكوي في شمال القرم، وتأتي أنباء نشر الأسلحة الجديدة في القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 في أعقاب احتجاز روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سوالح شبه الجزيرة. هذا وفي إطار مساعي روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الخطوات لزيادة الاعتماد على عملة الروبل المحلية. وخلال مشاركته في منتدى استثماري عقد في موسكو، أكد بوتين أن بلاده تتجه نحو الاستغناء عن الدولارات في تعاملاتها، وأن 70% من واردات روسيا و30% من صادراتها تنفذ بعملة الروبل، داعيا أمريكا للتخلي عن سياسة العقوبات أحادية الجانب. وبدأت روسيا بالفعل في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تعاملاتها العالمية، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن أنقرة وموسكو اتفقتا على أن تسدد تركيا ثمن أنظمة الدفاع S-400 الروسية بالروبل أو بالليرة التركية. يود سكان جزيرة غورامارا الهندية الرحيل عنها، إذ أن مساحتها تتقلص عاما بعد عام بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، غير أن كثيرين منهم ليس بمقدورهم تحمل نفقات الرحيل. ويقول أعيان القرية إن الجزيرة التي تبلغ مساحتها 4.6 كيلومتر مربع وتعد جزءا من دلتا سوندرابان على خليج البنغال انخفضت مساحتها بمقدار النصف تقريبا خلال 20 عاما الأخيرة. وانخفض عدد سكان الجزيرة الصغيرة إلى 4800 نسمة من 7000 نسمة قبل 10 سنوات. وتضم دلتا سوندرابان التي تتقاسمها الهند وبنغلاديش أكبر غابة منغروف في العالم، كما تعيش فيها نمور ودلافين وطيور وزواحف نادرة معرضة للفناء. وغورامارا واحدة من جزر عديدة في الدلتا تأثرت بارتفاع مستوى البحر وتآكل للتربة الذي يقول الخبراء إنه من فعل التغييرات المناخية. ويقول السكان إن مياه الفيضان تزداد سوءا وتهدد بيوتهم وأرزاقهم. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.